لا معلش لحظه كده، محتاجين نفهم ايه ده. جالي ايميل النهارده ان انا اترفضت في الانترفيو، وانا كنت حاطط امل كبير قوي على الوظيفه دي ومش عارف اعمل ايه. طب اهدى كده وما تتضايقش وان شاء الله خير، بس قول لي الاول، هو انت حضرت للانترفيو قبل ما تروح؟ يعني ايه حضرت اصلا؟ طب انت بحثت عن الشركه كويس؟ عرفت هي بتشتغل في ايه؟ لا ما سالتش، واسال ليه؟ تسال ليه؟ يعني انت راح تشتغل في شركه من غير ما تعرفها كويس ولا تعرف هي كمان بتشتغل في ايه؟ عامه الغلطه دي ما ينفعش تتكرر المره الجايه، ولما تروح تقدم في اي شركه لازم تسال عنها كويس، ولازم تسال هي بتشتغل في ايه بالظبط. ودي حاجه بتبرزك قوي قدام الاتش ار، انك حد شاطر مش حد جاي يشتغل ويقدم وخلاص. طب قول لي، ذاكرت الوظيفه اللي انت راح تقدم عليها كويس قوي؟ ذاكر وظيفة؟ يعني ايه اذاكر وظيفة؟ طيب بص، تذاكر الوظيفة دي يعني تعرف كويس قوي ايه الوظيفة اللي انت راح تقدم عليها وايه المتطلبات بتاعتها. يعني مثلا في وظيفة بتطلب منك انك لازم تتكلم انجليش كويس، وفي وظيفة تانية لازم تكون بتعرف تشتغل على برامج المايكروسوفت اوفيس كويس، وفي وظائف تانية بتطلب ان انت تعمل الحاجتين مع بعض، وفي وظائف تانية بتطلب منك ان انت يكون عندك نيجوشيتنج سكيلز كويسة، ودي بتكون خاصة اكتر بمجالات السيلز. سيبك من ده كله، انت رحت في ميعادك صح؟ بصراحه لا، اتاخرت عن ميعادي نص ساعه. انا ما بقتش متوقع انك عملت اي حاجه صح. يعني دلوقتي رايح متاخر عن ميعادك نص ساعه؟ طيب انك تروح متاخر عن ميعادك وانت عندك انترفيو، ده بيوصل للاتش ار حاجه واحده بس، ان انت مش بتهتم بمواعيدك ومش مهتم اصلا بالتقديم على الوظيفه دي. وخلي بالك ان الانطباع الاول بيدوم. ولحظه واحده، هو انت رحت باللبس ده؟ ايه رايك بقى؟ تيشيرت اوفر سايز على بنطلون موم فيت، دول جامدين اخر حاجه صح؟ وانت بجد عملت سيلكت اول على كل حاجه ما ينفعش تعملها في الانترفيو عملتها؟ طب هو الابيرنس والهايجين بتاعك مهمين جدا قدام الاتش ار، وده اللي بيديه فيرست امبريشن عنك. ايوه عارفه، الجين ده خدناه في المدرسه، مش ده المسؤول عن الصفات الوراثيه؟ قوم امشي.